مش كل حاجة قليلة في ايدينا بتبقى قليلة القيمة. في ناس بتشوف خامة بسيطة وبتطلع منها حلم كامل. دي مش قصة مشروع، دي قصة بنت قررت ما تستناش فرصة وقررت تخلقها بإيديها. أعرفكم نفسي، أنا هند، عندي 28 سنة، مش خريجة فنون جميلة ولا عندي ورشة ولا عندي كان رأس مال. عندي بس أوضة صغيرة ومقص ومسدس شمع وشوية فوم جليتر. الناس بتعدي عليهم في المكتبة من غير ما تحس بقيمتهم. واللي حصل لي كان إن أنا بعد التخرج قعدت في البيت والشهادات كانت على الحيطة والأحلام على الرف. كل يوم أسمع: اشتغلتي أي حاجة؟ مش مهم بتحبي إيه، المهم دخل ثابت. بس أنا كنت حاسة إن أنا في حاجة عايزة تطلع. وأنا ماشية في المكتبة مسكت فوم جليتر كان بيلمع كده، وحسيت إن الخامة دي مستنية حد يشوفها غير ما هي. أول محاولة رجعت البيت، قصيت ولزقت وبوظت وعدت من الأول. أول قطعة عملتها كانت اسم طفل معمول بحروف بتلمع، مش تحفة بس كانت صادقة. وجربت أعمل وردة، وكل ده صورته بالموبايل ونزلته على الفيسبوك. كتبت: أول شغل إيديا، رأيكم يهمني. جالي تعليق حلو، جالي تعليق واحدة قالت: حلوة بس ناقصها شغل كتير. احبطت شوية والكلام وجعني بس كملت. السخرية دي ما كسرتنيش، لأن في ناس كمان دخلت وبدأت تعلق وتتريق. في البيت قالولي: فوم ده لعب عيال. حد قال لي مش شغلانة، وحد تاني ضحك: هتعيشي من الجليتر. بس أنا كل مرة كنت بقص كنت بحس إن قلبي بيرتاح. وفكرت كده إن أنا أطور من نفسي وأتعلم من اليوتيوب وأشوف قنوات كتير بتعلم الفن ده. غلطت كتير واتجرحت، والفوم ساعات بيلسع ايدي، بس كل قطعة جديدة كنت بعملها كانت أحلى من اللي قبلها. بوكسات هدايا وطبلوهات وحاجات بأسماء وطرات سبوع، ديكورات غرف أطفال. والفوم بقى بيعمل لي وبيمثل لي تحفة فنية بعمل بيه كل حاجة. والتحفة دي بقى ليها روح. أول طلب بفلوس، رسالة على الإنبوكس: ممكن تعملي بوكس عيد ميلاد؟ سعرت وأنا إيدي بتترعش. قلت لها موافقة واستلمت الفلوس. هي ما كانتش كتير، بس أول مرة أحس إني بشتغل وبشتغل حلمي اللي أنا حلمته وقررت أعمله من بيتي. النجاح الصغير اللي كبر خلى الطلب جر طلب، والاسم بقى علامة. الناس بقت تبعت لي صور شغل